انا محرومة. لما بدخل دايت بحس بالحرمان. انا لو ما كنتش في دايت ما كنتش حرمت نفسي على فكرة، ولا خليت في نفسي حاجة. انا بتصعب عليا نفسي قوي وانا عايزة اكل حاجة ومحرومة منها. انا محرومة. الجملة دي بسمعها بشكل كتير ومتكرر من البنات وهم بادئين الدايت. طيب تأملي معايا في الجمل دي كده تاني. استحضري مشاعرها، استحضري الحالة الشعورية اللي وراها، بالذات مشاعر كلمات زي محرومة، بتصعب عليا نفسي. استحضرتي المشاعر؟ طيب تعالي بقى نناقش الفكرة اللي ورا الشعور ده. يعني ايه محروم؟ يعني ايه احساس الحرمان؟ تعالوا نستكشف ده. هل لو قلتلك ان مثلا في روسيا عندهم فاكهة اسمها واك الواك، طعمها جميل قوي ورهيبة، هتقولي لي يا خسارة انا محرومة منها؟ احساسك ناحيتها هيبقى شعور بالحرمان. طيب لو قلتلك ان الخمرة محرمة ما ينفعش تشربيها، هتحسي بالحرمان؟ لو قلتلك يا لانا انتي ممنوعة منعا تاما تحط ايدك في النار، هتحسي بالحرمان؟ وهكذا ممكن ندي امثلة مختلفة كتير. اذا حقيقة في الحياة حاجات كتير قوي انتي مش هتقدري تحصلي عليها، سيان بقى بمزاجك او مش بمزاجك. يعني مثال الخمرة كان بمزاجك، انما فاكهة واك الواك دي ما كانتش بمزاجك. ومع ذلك انتي لا زعلانة ولا متأثرة ولا حتى حاسة بالحرمان. غريبة مش كده؟ مع انك فعليا محرومة منهم على ارض الواقع. اذا المشكلة مش في المنع خالص، المشكلة حقيقة في مدى ارتباطك انتي بالحاجة اللي ممنوعة منها. صح كده؟ ودي بقى بتختلف من شخص لآخر. يعني لو حد مرتبط مثلا بالبيبسي، لو اتمنع يحس بالحرمان، بالفاكهة يحس بالحرمان، بالرز بالعيش كذا كذا كذا. يبقى فكرة اني مدام ممنوعة ابقى محرومة في المطلق مش صحيحة. يعني انا لو جيت قلتلك انتي ممنوعة تاكلي بيض لمدة شهر، هتتأثري؟ هتزعلي اصلا؟ هتحسي بالحرمان؟ لا، ده انتي ممكن كمان تقولي لي احسن. ممكن مثلا تحسي فضول ليه منعين البيض، او تسعي ان انتي تتأكدي ان منع البيض ده حاجة في صالحك فعلا وهيفيدك، وهكذا. انما في الغالب مش هتحسي لا بالحرمان ولا هيجي في بالك. صح؟ طيب هقولك حاجة كمان. لما واحد مثلا بيكون عامل عملية، أي عملية ما، ويبقى ليه نظام خاص في أكله بيأهله للتشافي أسرع وبيناسب وضعه الصحي الحالي أكتر، ينفع حد يجي من بره ويقول لكم حرام عليكم يا ظلمة انتوا حارمينه ليه، ويبقى متشحتف قوي ومتأثر؟ لو ده حصل أغلب الناس هتعتبر اللي قال كده إيه؟ هتعتبره غير ناضج. صح؟ اللي هو انت اللي عندك مشكلة انك شفت الموضوع من وجهة النظر دي واديت له اكتر من حجمه واديت له وصف سلبي قوي، مع ان ممكن جدا كنت تشوف ياه قد ايه هم حريصين على صحته، قد ايه مش بيدوله اي اكل وخلاص، لا دول بيختاروا له اكل بعناية، احسن حاجة تخليه يخف بسرعة، دول بيعملوا حاجة حلوة. صح؟ طيب حاجة كمان اللي بتفسر الوضع بتاع الدايت على انه حرمان من الاكل، ليه مش بنفس المنطقية بتفسري ان الاكل الغلط ده حرمان من الصحة؟ ليه ما بتشوفيش مثلا انك لما بتاكلي بسكوتة كلها سكر ودهون مهدرجة ومعدلة وراثيا انه حرام عليا انا محرومة من صحتي؟ ليه مش دي زي دي؟ طيب حاجة كمان، ينفع مثلا واحد مدمن منعين عنه المخدر فهو يحس ان هو يعني غلبان ومحروم يا عيني؟ تقييمك انتي اللي واقفة بره ساعتها لطريقة تفكيره هتكون ايه؟ هتكون ازاي؟ فاهمة قصدي؟ ما هو خلي بالك، ما هو انتي برضو مش هتحسي ناحية حاجة انك محرومة منها غير لو انتي متعلقة بيها بشكل مرضي إيه، وبعادة إدمانية للطعام ده. وعلشان كده أنا نصحت بضرورة سماع الدرس الخامس اللي بيتكلم عن إدمان الطعام، لأن ده الجزء الفيزيكال من الموضوع. الجزء النفسي اللي ورا الفعل ده هو اللي احنا بنناقشه النهاردة، أو بمعنى أدق بنناقش جزء منه أو شعور واحد من سلسلة مشاعر بيطلع. قصدي من كده إيه؟ قصدي إني أوجه تفكيرك ناحية إن الحرمان ده مجرد إحساس عندك انتي وبس، انتي اللي خلقتيه بينك وبين حاجة معينة، خلقتيه جواكي وربطتيه بيها هي بالذات لسبب ما وهنكتشفه. ودي أخبار عظيمة جدا. عارفة ليه؟ لأن مادام انتي اللي خلقتي الحاجة وعملتيها في الأساس، يبقى انتي برضو اللي تقدري تنهيها وتفكي الربطة دي. يعني مثلا لو انا جه حد قال لي لنا ما تشربيش شوكولاته خالص طول الاسبوعين الجايين للاسباب كذا وكذا وكذا، هقول له طيب اوكي ماشي، هي صحيح كانت لذيذه يعني وبحب اشربها من وقت للتاني، لكن اوكي عادي.
لكن اعرف ناس تانية لو قلت لهم كده هتفضل الفكرة المسيطرة على دماغهم، ايه مش هشرب شوكولاتة او مش هشرب قهوة، ده انا موت، لا ما اقدرش، ايه التعاسة اللي هبقى فيها دي. واحساس قوي داخلهم بالاذى، بالفقد، بالتشتت، للدرجة اللي ممكن ما يبقوش سامعين اصلا إيه الشرح بتاع ايه الاسباب اللي علشانها هيتم المنع ده، مش مركزين مع الشرح، مش قادرين يعوا اللي بيتقال. الشعور المسيطر عليهم ومشوش على تفكيرهم تماما هو شعور الفقد، الخوف، الأذى أو الحرمان. فلما تلاقي ده بيحصل لك، لما تلاقي ان لما يذكر اسم طعام معين انك مش هتاكليه لفترة ما، فتلاقي ان في جواكي حالة طوارئ وسرينة اسعاف ولمبة حمراء بتلف في المكان، واحساس ضخم جدا باللي هو ازاي، لا مش ممكن، مش هقدر، مش هينفع، تمام. للدرجة اللي يسيطر عليكي فيها الإحساس ده، وإحساس ده فين بالخوف جواكي وكأن في حاجة عزيزة بتتسحب منك، اعرفي ساعتها إن ده شعور أبنورمال، ده مش طبيعي، ده رد فعل مبالغ فيه قوي. وقارني نفس شعورك ده لو كانت الحاجة اللي هتتمنعي منها مثلا بروكلي، فاهمة قصدي؟ أنا لو قلتلك أنت مش هتاكلي بروكلي لمدة شهر مثلا، هتقولي لي أوكي سنة براحتك، ولا العمر كله، مفيش مشاكل. طيب ساعتها في اللحظة دي بدل ما توجهي تفكيرك للخارج واللي هو ايه ده، ليه ده ممنوع، لا حرام، مش هقدر، إيه ده كتير، لا الدايت ده شكله وحش، الدايت ده ما يناسبنيش، لا شكلهم مش فاهمين حاجة، لا انتم مقفورين، لا ده انا اعرف بنت خالتي كانت عاملة دايت وبتاكله برضو عادي، أو كل الردود اللي بتطلع في المواقف اللي شبه دي. فبدل ما توجهي تفكيرك ناحية بره وتحاولي تجدي المبررات لعدم منع اللي هيحصل ده او عدم اقرار اللي هيحصل ده، وجهي تفكيرك ناحية جوه واسألي نفسك، هو انا ليه انزعجت قوي كده لما عرفت ان الاكلة دي ممنوعة؟ ليه؟ هو الاكلة دي بتعبر عن ايه جوايا بالظبط؟ واضح انها مش مجرد اكل والسلام، والا كنت انزعجت بنفس القدر لو حد قال لي مثلا ان انا همنع البروكلي ولا همنع الجرجير ولا صح. طيب يبقى التحدي اللي انت محتاجة تتخطيه في الحقيقة مش سلوك براكي، مش ان انت تبقي قوية وعندك ارادة ومسيطرة وهفضل منع نفسي وماسكة نفسي ان انا اكل الحاجة دي، لا. التحدي الحقيقي اللي انت محتاجة تتخطيه هي فكرة جواكي واخدة الكنترول عليكي في النقطة دي. مهمتك الاولانية تكتشفي اصلا ايه هي الفكرة دي، لانها مش واحدة عند كل الناس، وتناقشيها بهدوء بينك وبين نفسك، وتبقي واعية بوجودها من الاساس. وده اللي هيوضحه أكتر وبشكل عملي تمرين اكتشاف العلاقة بين مشاعرك والطعام. أنا في العادي كنت يعني بدي التحدي ده الأول، كنت بوقف لحد هنا واسيبك يعني كام يوم مع نفسك تفكري وتناقشي الفكرة دي مع نفسك. لكن أنا شفت إن دمج السيشن بتاعة التحدي ده بالسيشن بتاعة التمرين هتعلي الاستفادة من الاتنين مع بعض، وهتسرع اكتشاف الأفكار الدفينة جواكي المتعلقة بالطعام. وعشان كده هنزل سيشن التمرين إن شاء الله مباشرة بعد دي. الواجب بتاع الأسبوع ده هو ممارسة هذا التمرين بشكل يومي. وافتكري انتي حقيقة مش محرومة، انتي فقط متغمي عينيكي أو مغمية عينيكي بنضارة فكرة غير صحيحة ورابطة غير صحيحة، وآن الأوان ان انتي تتحرري منها. وانجوي بقى، لان اللي بعد كده هيبقى جميل قوي، رحلة جوه نفسك هتطلعي منها بكنوز علي بابا حرفيا. واشوفك على خير، باي باي، مع السلامة.